السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. تعالى نعمل كده أكلنا ون بسرعة كده، مش هياخد معانا أي وقت خالص. وده أكل ده مطلوب مني، مطلوب من مين؟ أولادي وباباهم، هما اللي طالبين مني إن أنا أعمله لهم وهما اللي اتفقوا عليا إن أنا أعمل لهم الأكل ده. يعني أنا مش عارفة أعمل لهم إيه أو أعمل لهم إيه، أقول لهم أعمل حاجة تانية يقولي على حاجة هما يعني هما بيحبوها جدا. عامة الأكلة دي جميلة جدا جدا، ونفس الوقت خفيفة وحلوة أوي 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 طبعا. آه فنعمل ايه بقى؟ اضطريت إلا أنا أسمع كلامهم وأعمل لهم الأكل اللي هما طلبوه مني. بعد ما اجتمعوا مع بعض عليا كده واتفقوا مع بعض عليا في الأكل اللي أنا أعمله لهم. إن هما صمموا على الأكل ده اللي أنا أعمل لهم إيه. هوريكم كده أكلة جميلة جدا. عامة هي دلوقتي هو موجود في كل الأسواق وطلعوا جميل جدا جدا و... ويعني ايه، طلع حلو قوي 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 ومش غالي قوي. تعالى نبدأ كده بسم الله. نبدأ كده الحاجة بتاعتنا، ما ننساش ندعي دعوة حلوة ل... دعوة حلوة كده الدول العربية كلها، ان دايما يا رب كده يدعوا بخير وبصحة، ويجعلنا دايما كده في أحسن حال، ويفك كربهم جميعا. الدول العربية جميعا، سواء غزة أو السودان أو إيه، كل الدول العربية كلها يا رب كده ينصروا نصرا قريبا، ولم شملهم على خير، ويجعلهم دايما كده مقبورين الخاطر. اللهم آمين اللهم آمين. تعال كده نبدأ كده الحاجة بتاعتنا ونسمي كده ونعمل ايه. عندي بصلة كده قطعها زي ما انت حابة بقى، جوانح طرنشات زي ما انت حابة كده. تعال نحط عليها ايه الخلطة بتاعتنا الجميلة الجبارة اللي دايما بنحبها جدا، ودايما بصراحة انا بحطها في كل اكلاتي، بتبقى حلوة قوي. اهي ايه، نص كده معلقة او معلقة كده، تخليك بقى الريحة والطعم ما اقولكيش بقى بجد والله، طعمها بتبقى حلوة جدا كده. نحط كده بقى ايه معلقة صلصة او معلقتين، اهي معلقتين صلصة. صويا صوص كده اللي عندك كده نحطه كده كله زي ما كده معلقة. ودبس الرمان، اهو زي ما انتم شايفين كده، قطع بس الايه الازازة معلقة اهي دبس الرمان زي ما انتم شايفين كده. لو ما عندهاش الحاجات دي كلها مش لازم، كفايه الصلصه او بلاش صلصه يا ستي. تبشري حبتين طماطم تحطيهم اللي عندك، يعني ما تقفيش على حاجه. بس انا عشان عندي بقى الحاجات دي طبعا عندي في المطبخ، وادي معلقه خل. عندي الحاجات دي بقى في المطبخ ما اقولكيش بقى ايه، تبقى جميله جدا وحلوه في كل يعني في اكلات كتيره، بتبقى جميله بجد في اكلات كتيره. نعصر بقى ايه ليموناته كده، طلع منها البذر اهي. عصرنا الليمونه. عندي بقى ايه كاتشب، حبه اللي انا احط حبه كده، يعني بتاع معلقتين كاتشب. نحط بقى التوابل، التوابل بقى ايه تجنن كده. حطينا كل بقى السوائل. حط بقى التوابل مع عندي كده يعني معلقه بهارات الفراخ او توابل الفراخ، 7 بهارات، معلقه فلفل اسود، كمون، كزبره اللي عندك حطيه كده رشه رشه كده. اهي معلقه كمون،
كزبره، طبعا تحط بقى ايه معلقه خلنجان كده، بدها الطعم والتسويه، ماخدش معانا اي تسويه خالص. معلقه كده جميله تدينا بقى الطعم والريحه، بتبقى حلوه جدا. الخلنجان ده عند العطار كده. بحط كده اهي يعني معلقتين ملح كده. عندي بقى بنتي كانت عامله كده يعني طماطم على دقه كده، وكانت بتاكلها كده مع بطاطس وبتنجان كده، كانت جميله باقي منها. فانا ايه حطها ده، ما عنديش خلاص بس عشان هي عندي بس كده، كان عندي في التلاجة يعني، قلت خسارات ايه بدل ما نرميها. فانا حبيت اللي انا احط بقى الايه الحاجات دي كلها. بس بقى نحط حاجه تاني اللي هو الزيت طبعا، زيت او سمنه الايه المتاح عندك كده. حطينا كل حاجه، بس بقى خلي تطعيمة الفراخ ما اقولكيش بتبقى في حته تانية بجد، جميله 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 جدا، حلوه قوي 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 قوي. انا غسل الفراخ كويس قوي بالليمون اهي، ده كنت رشه كده عامله عليه ليمون. نتبلها بقى كده اهي، كده الورك كده. تعالى بقى نعمل ايه، تبلناه كده وعاملينها جميله، وحطينا خلطه عليه كده جميله جدا. فوين كده، او لو عندك صينيه اهي ورقه فويل زي ما انتم شايفين اهي، ونحطها بقى جوه الايه الفرن. بس هخليها تشكشك هنا على البوتاجاز سنه عشان طبعا ايه ما تاخدش معايا وقت خالص وانا مشغله الفرن كده. طبعا نعمل ايه الطريقه التانية او الايه الطبخه التانية. معايا ايه زي ما شايفين كده قلقاس، غسلها كويس جدا وقطعته كده، وده اللي موجود في السوق طبعا كتير، وطلع طبعا كتير اوي في السوق. وانا جايبه الكيلو بكام، جايباه ب25 جنيه. يعني كل بلد تختلف في سعرها او في اسعارها. هي غسلها كويس جدا، صافي كده الميه كده اهو، بس جميل ازاي. وعندي بقى الشوربه ايه زي ما انتم شايفين كده، عندي كده كانت عندي في التلاجة. انزل بقى كده اهي كده، بسيبها بقى تغلي كده بالشوربه دوب. بس ايه حط لها زود لها حبه معلقه ملح، عشان الشوربه دي كنت مزوداها ايه كوبايه ميه او كوبايتين ميه عامه. وغطيها كده. كده بقى عندي اهو حزبتين سلق او ربطتين سلق معاهم ايه كزبره زي ما شايفين كده اهي. اعمل ايه بقى كده المره دي، ايه مش هخرطها بالمخرطه، عايزين تخرطوها بالمخرطه ماشي، بس هي زي مش تعملوها في الكبه زي كده ماشي. انا هعملها في الكبه شايفين كده، احطها في الكبه كده كده وافرمها كده في الكبه. حطيته في الكبه كلها زي ما شايفين كده. وانا السلق ده كنت مقرطفاه طبعا كويس وغسلاه، يعني كنت غسلاه كويس، سبت طبعا الصفا زي ما انتم شايفين. كبه كده ونفرمها. عملت زي ما شايفين كده، ضربتها كده بس خلاص كده وخلصتها ما شاء الله اهي، متضيفش معايا حاجه خالص اهي كده. هسيبها كده بس على جنب. ومعايا بقى ايه، معايا كده بقى حتى حله وفيها ايه حبه زيت، ومعايا بقى حبه حمص كده. وهسلق بقى حبه الرز كده، نقلبها كده كويس.
الحمص ده انا كنت بلاه ميه سخنه وسبته كده، يعني لما خرجت وجيت وما سلقتوش لان هو الميه السخنه لما طبعا يعني تبل فيها كده تحس ان في لسه يعني في ايه نص سوا. فانا هكمل بقيه النص السوا التاني مع الرز. كده بقى انا هحط الايه، حطيت حبه فلفل اسود، احط الملح وانزل بالميه السخنه او الشوربه. وكنت طبعا حاطه جزرايه كده، عندي جزرايه حطيت طبعا جزرايه مع الايه مع الحمص. يبقى ايه حبه رز كده بالجزر والحمص بتبقى جميله جدا جدا اهي كده. ننزل بقى الجوانب دي ونغطيه. حطيت بقى ايه الطاسه مكان طبعا الرز نقلت عليه التانية، وانزل بقى حطيت فيها ايه معلقه زبده كده او السمنه او حبه زيت، انزل بالخليط بتاعنا ده كده او بالايه بالسلق بتاعنا اللي احنا ضاربينه كده كويس زي كده كده. كده نبدا بقى نقلب كده لحد ما الشكشك معانا او لحد ما ينشف معانا ميبقاش فيه ميه خالص. تعرفوا معانا طبعا الخضره زي ما شايفين كده نشفت شويه، فقبل ما تنشف خالص نحط نص معلقه توم كده، نص معلقه توم اهي. كده تشويحه كده على جنب كده معاها. هحط لها طبعا حبه فلفل اسود كده وكزبره معلقه كده، نقلبها كده شويه. بتبقى ايه زي ما شايف كده نص معلقه هريسه خضراء كده اللي هي الفلفل الاخضر ونص معلقه ملح او الايه او معلقه كده. ده اختياري، يعني انتوا لو مش عاوزين تحطوا الهريسه الحمراء او الشطه خضر كده ما تحطوهاش، دي اختيار، بس انا بحب احطها كده ومعاها نص هريسه اللي هي الفلفل الاخضر، تبقى جميله جدا تديلي ريحه كده طعمه حلو قوي كده. كده نشوفه كده كويس ونشوحها كده كويس. خلاص كده هو استوى، يعني اعمل انزل عليه بقى بالايه بالخضره اهي. بصي اهي كده بحب الشوربه طبعا كده. زي ما شايف كده بقى ايه اهو كده خلاص هو استوى زي ما شايفين اهي اهي شايفين كده كده خلاص، يعني هو بس غلوه اهي كده وريحته تجنن تاخد كده على الفراخ وعلى الرز. كده خلصنا كده، انا خلصت زي ما شايفين كده خلاص اهو مش التفت عليه اهي جميله جدا. العزبه بيبقى جميل وحلو جدا جدا، ومعانا الفراخ بتاعتنا بصوا اللون بتاعها الاحمر الحلو قوي جميله جدا. هو الصوص بتاعها ده اللي اولادي عاوزينه. وطبعا وادي الرز معانا اللي هو طبعا بالجزر والحمص فلفل وحلو ازاي اهي جميل جدا وطعمه حلو أوي وريحته حلوه أوي 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 هو والفراخ كمان زي ما شايفين. وادي الفراخ بجد، ادي اولادي وجوزي اللي اتفقوا عليه اللي انا يعني اللي انا اعمله لهم، واتفقوا مع بعض عليا انا عشان اعمل لهم كل واحد الاكل بيحبه. بنتي طلبت الفراخ اللي بالصوص ده وجميله وجوزي وبنته طبعا
ايه طلبوا القاس والرز بحمص وبالايه، وحطيت له انا جزرايه. كده انا عملنا الغدا بتاعنا بسرعه ومخدش معانا اي وقت خالص، ولسه طبعا بدري. واقول لكم بقى ايه عشان ما اطولش عليكم، اسيبكم دايما في رعايه الله، ما تنساش تذكروا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.